فمن اللي تقولي له والله احتاجك انا؟ اكيد حق زوجي وحبيبي وصديقي، ربي يخليه تاج على راسي. مبارك زوجي يا رب. الله يخليكم لبعض ان شاء الله. ان شاء الله. شلون التقيتوا؟ شوفي، هي يمكن انا تكلمت فيها الموضوع من الاول، بس بختصر لك اياه. انه انا كنت في لبنان وكان عندي حفل. بعد الحفل رحنا عزمونا وزاره الاعلام على مطعم في الليل يعني نتعشى فيه. حلو. فانا قاعده في المطعم اشوف واحد من بعيد، تخيلي ياشر علي. اقول حق اللي معايا، والله للحين اتذكر هالموقف، اقول لها تصدقين احس جسمي يرجف، هذا الرجال قاعد يطالعني وانا احس قلبي دق. قلبي يدق مش طبيعي يعني، مش يعني أول بس مرة. ايوه فعلا اقسم بالله ما اكذب عليك. فيأشر علي من بعيد يسوي لي بعد اسوي كذي، اطالع هو يطالع علي انا يسوي. والله العظيم ولا كأني قمت من على الكرسي ورحت له. تعرفين ايش قال لي؟ قال لي تعرفين ان انت الله خالقك لي؟ صح. قلت له وشلون يعني الله خالقني لك؟ قال لي بذكرك. ثالث يوم شفته معاي في الطياره، وبعدين ركبت الطياره وصلت دبي. الا اخوي يقول لي اختي لنا، قال لي اليوم واحد جاي يخطبك. يخطبني انا؟ منو؟ قال واحد من قطر. قلت له علي ولي لا. بس بعدين لقيت مديرة عندي في المكتب يعني تقول لي في واحد يكلمك اسمه بارك الهاجري. وانا مش يعني مش في بالي القصه دي يعني انه. بس لما شفتيه بالمطعم عرفتي هذا مبارك الهاجري ولا ما كنتي تعرفينه؟ اي اعرف. اي اوكي. ولما قال لي اخوي مو في بالي يعني، مو في بالي انه هو ما قال لي اسم اخوي، قال لي في واحد من قطر جاي يخطبك. بس بعدين يوم قال لي انه هو، الله على الفرحه اللي فرحته. ما شاء الله. يعني لو الحين ممكن اطير تذكرتي اللحظات. بس يقولون في دراسه مفاهد يقولون ان الرجال يشوف نصيبه، يعني يعرف المراه اللي بياخذها، يقول حق نفسه ان هذه نصيبي. والله العظيم يحصى ان انا قلبي كان يدق طول الوقت. وكل ما يجي مسكينه امي تقول له ما عندنا بنات للزواج. ها ما كانت موافقه. وفي يوم وليله صدقيني، في يوم وليله انا راقده، لا تقول لي امي باكر الخميس باكر تملكين. وافقت بروحها شيء؟ والله العظيم بروحها. ومتى كان؟ كان في رمضان. كان 21 صلت الاستخاره او شيء يمكن او شيء. تقول يعني تقول شافت حلم. امي تقول شافت حلم. يمكن عشان ربي عارف اني انا طيبه فاعطاني واحد مثلي طيب. اكيد اكيد، ولا ما كنتوا استمريتوا كل هالعمر هذا.